السلام عليكم. تصريح يهز العالم من الحكم المكسيكي الذي أدار مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي يفاجئ به المغرب بعد الأخطاء التحكيمية الجسيمة الذي تعرض لها المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد أن تعرض المنتخب المغربي لظلم فادح أمام المنتخب الفرنسي قبل نهائي المونديال، ولم يحتسب الحكم المكسيكي ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بشهادة خبراء التحكيم والصحف العالمية، فقد دخل على الخط الحكم المكسيكي سيزار راموس وأدلى بتصريحات للإذاعة القطرية منذ قليل وقال: لقد كانت مباراة قوية للغاية بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، وهذه من أقوى المباريات التي قمت بتحكيمها على مدى تاريخي. وسأله الصحفي: لماذا لم تحتسب ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي في الشوط الأول؟ فرد وقال: أنا لم أتعمد تلك الأخطاء، ولكن أخطاء التحكيم هي جزء من كرة القدم، ولكن سوف أتحدث عن ركلة الجزاء الأولى التي لم تحتسب، فلقد شاهدتها في الإعادة بعد هذه المباراة وقلت لنفسي: هذه ركلة جزاء صحيحة، وكان لابد أن أعطي ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، والمدافع الفرنسي كان يستحق الكرت الأصفر، ولكن الفار هو من قال لي أن الكرة ليست ركلة جزاء. أما اللقطة الثانية التي مسك فيها المدافع الفرنسي مهاجم المنتخب المغربي عند تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، فهذه أيضا ركلة جزاء، وتم احتساب مثلها في مباراة السعودية والأرجنتين، ولكن الفار أيضا هو من حدثني وقال أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء ولا بد من استمرار اللعب، ولكن حكام الفار هم السبب الرئيسي في عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي. ولقد شاهدت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير المغربية والعربية، والتي تهاجمني بكل شدة بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح المنتخب المغربي. فأنا أبرئ ذمتي أمام هذه الجماهير أنني بريء من تلك التهم، وأن حكام الفار هم المتورطون الرئيسيون في عدم احتساب ركلتي جزاء. وأتمنى من الجماهير العربية والمغربية أن تسامحني عن تلك الأخطاء التي أقصت المنتخب المغربي من المباراة النهائية. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن المنتخب المغربي تعرض للظلم في هذه المباراة؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.